السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، إن شاء الله راكم كامل بخير يا ربي. حبيت نقول لكم يا البنات، هاد الدروس اللي راني نحط لكم فيها راهي كيما نقولوا مفتاح باش توصلوا تميتريزي ولا كولوغاسيون. اذا ما كنتوش فاهمين واش معناها لون طبيعي، واش معناها انعكاس، واش معناها مصححات، واش معناها لون ضمني، يعني تعرفوا كل لون واش فيه، مش راحين تقدروا تتحكموا في الصبغة. يعني كيفاش تقدروا تحصلوا على لون جديد، كيفاش تقدروا تنحيوا مثلا لون مزعج الى اخره. اذا حابين تتعلموا يا البنات تبعوا الدروس، راهي جد مفيده. إذا كنا عرفنا في فيديوهات سابقة الألوان الطبيعية اللي قلت لكم هي من 1 ل10. هذو تحفظوهم البنات، تحفظوهم باركور من 1 إلى 10. إذا اليوم نفتحوا الصفحة تاع الألوان. إذا لاحظوا معايا، إذا رايحين نروحوا لي فون ديكليرسيسمون. إذا نشوفوا معايا، إذا عندنا احنا رقم 1 هو أحمر جد جد غامق، روج تري فونسي اللي هو أحمر جد غامق، و3 اللي نلقاو فيه روج فونسي، و4 اللي هي روج يعني أحمر، وال5 اللي هو روج أورانجي، وال6 اللي هو أورانج، وال7 اللي هو جون أورانج، و8 اللي هو جون. 7 يعني أصفر برتقالي، و8 أصفر، 9 أصفر فاتح، وال10 أصفر جد فاتح. إذا لاحظوا معايا باللي من 1 حتى 4 فيهم الأحمر بزاف. هنا الألوان هذه دايما نضيفوا لها المصحح الأخضر. لهنا ال5 فيها روج أورانج الأحمر، نحتاجوا مصحح أخضر، والأورانجي نحتاجوا رمادي أو أزرق. بالنسبة لرقم 6 أورانج، دونك اللي هو البرتقالي اللي يطفيه اللي هو الرمادي. بالنسبة لرقم 7 عندنا جون أورانج، إذا أصفر برتقالي. دونك اللون اللي طفيه اللي هو البنفسجي والرمادي. بالنسبة للون 8 و9 و10 إذا نحتاج بنفسجي، ولكن بدرجات مختلفة أو بغرامات مختلفة، إذا ماهيش نفس الكمية. إذا البنات هذا فيما يخص هذا الدرس. إذا إن شاء الله ربي تحفظوا هذا لو تابلو باش كوم نعرفوا وش هو المصححات اللي نقدروا نستعملوهم. إذا نقدروا نستعملوا اللون الطبيعي مع المصححات، وإلا لون انعكاسي اللي فيه المصححات. اذا ان شاء الله ربي يا البنات تكونوا فهمتوا شويه الدرس. يعني راني درته بطريقه سريعه باش ما تملوش. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.